السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعضينا اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو ايه يا سيدي؟ المسرحية بتاعت بيج مليون اكت 4 and 5 نخلصها النهارده ان شاء الله مع بعضينا، والاسئلة هبعتها لك برضو PDF تتعامل معاها بالاجابات كاملة عشان نخلص الموضوع ده. صلوا بينا على النبي. احنا اخر حاجة في اكت 3 إلايزا قلنا راحت الحفلة ونجحت نجاح باهر، محدش قدر يميزها خالص. رجعوا بقى عند هيجنز في البيت بتاع هيجنز. لما رجعوا في البيت بتاع هيجنز المفروض يبقى في سيلبريشن بقى وفرحانين بيها وبتاع، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. هيجنز سيلبريتد هيم سيلف، هو شايف نفسه انا اللي عملت، انا اللي ما فيش، ما حدش عمل اي حاجه، لدرجه ان هي حست ان هي اجنورد، شي از ناثينج، هي ما فيش اي حاجه، هو وبيكرينج. وانا فزت بالرهان وفيلم بقى بداوا الاثنين ايه، بيتكلموا وهي مش موجوده خالص، وهم قاعدين طلب منها السليبرز بتاعته فجابه لها، جابت السليبرز وحطته ايه قدامه، وهو ما شافوش. هو منتشي قوي ان هو حقق النجاح، وعايز يوضح قوي ان هو، او هو مش عايز يوضح، هو غشيم جدا في المعامله. فبيتكلم معاه بيقول اتس اوفر، ياه ده الموضوع خلص خلاص. هم لما رجعوا اجنورنج هير، وبعدين اللي بيتعامل معاها حلو هو بيكرينج، وبيتكلموا على ان هي شيء مش ملوش لازمه خالص، نوت ا بيرسون. هي قاعده ساكته ساكته ساكته، وفي لحظه حصل بقى الايه اللي هو الخناقه بينهم. الخناقه بينهم هو هيجنز لقاها ابست وانجري، فبيقول لها انت متضايقه ليه؟ انت ايه اللي حصل يعني؟ إيه انت طلبتي حاجه وانا عملتها، انا حولتك خلاص، والاكسبيرمنت اوفر. هي بتساله انا مين؟ هو نجحت في الحفله، لكن هو غيرها من بره، من جوه لا خالص. طيب هو بيقول، او هي بتقول انا دلوقتي can't work as a flower girl and can't be from the high society. انا مش عارفه انهي واحده. I don't fit either of them. انا مش ماشيه مع اي واحد منهم. ده الكلام بتاعها. فهو بيقول لها، هي بتقول له اعمل ايه؟ قال لها انا اعمل بيك ايه؟ خلاص بقى كله خلص. طريقه الكلام دي، هو مفيش ايموشن خالص. هو doesn't understand her fears، مش قادر يفهم هي خايفه ليه. وانسالتس هير، كولينج هير، قال ان هي يو ار انجريتفول، انت مش فاهمه ان انا نجحت ولا ايه. طيب ده خلاها متضايقه جدا. لما وهو ماشي راح قايل لها قولي لميس بيرز نوت تو ميك كوفي، ما تعملش ايه قهوه. فبدات التربيليان بتاعتها قالت لا انت ممكن تكتب لها بقى انت الكلام ده وتسيبه لها، خلاص الموضوع خلص خلاص. هي كمان راحت راميه لما دخل بيسال على السليبرز بتاعته، راحت رامياه في وشه. طبعا هو اتخض، وده السيمبل على ان هي تريتد هير از ا سيرفنت، هو بيطلب منها حاجه انها خدامه. وقلت لك هي discarded felt lost، عايزه حد يكالم هير داون، وهو ما فيش اي حاجه من الكلام ده. طب الجميل بقى في الموضوع ان هي ما عادتش الستودنت بتاعته، وقالت له طب بما ان القضيه بتاعتنا خلصت او الموضوع خلص، الكلوزز دي اعمل بيها ايه؟ قال لا هاتيها رجعها. فبدات هي والجولري اللي مأجرينها وبتاع، هي تقلع له الكلام ده في خاتم هو جايبه لها، فراح مديلها الخاتم، فقالت له ده كمان؟ قال لها وهو اتضايق جدا ان هي ادت له خاتم، هي عارفه ان ات واز بريزنت، انها هديه. وعشان هو بيكيم انجري راح رامي الرينج ده في الفاير بليس، وهي اتضايقت جدا من الموضوع ده وقررت انها سكيب، هربت. هتروح على فين؟ على ميسيس هيجنز، على مامته. اسك هير فور ادفايس. وهنا لو انت خدت بالك التجربه بتاعته نجحت ظاهريا، لكن داخليا او ايموشنالي هو ما غيرش منها حاجه، هي زي ما هي. هو حتى وهو بيتكلم معاه لا والله ممكن تشتغلي في محل ورد زي ما انت كنت عايزه، او ماري امان، اتجوزي حد ريتش مان. ده اللي هو قاله لها في اكت 4، وهو اكت مش طويل، حتى اسئلته حوالي 8 او 9 اسئله هم اللي عندنا يعني. طيب اكت 5 الفاينل اكت، في 3 حاجات هيحصلوا. واحد، هي هتهرب عند ميسيس هيجنز. 2، باباها دوليتل هيجي ويبقى ريتش مان. 3، المواجهه اللي هتحصل بينهم والفاينل سين بتاع الاكت ده. تعالى كده نشوف مع بعض ايه الموضوع. طيب هي إلايزا
النكست مورنينج اليزا هاز جان تو مسز هيجنز، وعملت ايه؟ هي وايزر قوي، قالت لها اقعدي فوق واستخبي فوق. مس هيجنز بدات قاعده، جت سيرفنت بتاعتها بلغتها ان موجود تحت هيجنز وبيكرينج and they called the police because they lost. بص الجمله، they lost مين؟ اليزا. مش بيدوروا عليها وخايفين عليها. فهي اول ما نزلت سكولدت ذم، شتمتهم. انتوا you treated her like something you have lost، حاجه ضاعت منك. وانتوا كمان saying they acted like a pair of babies، انتوا عيال صغيره في حاجه ضايعه منكم بتدوروا عليها. she understood that Eliza needs to be treated like a person not a plaything. هي بتلومهم طبعا في الموضوع جامد جدا، وان هي قالت لهم الكلام ده هتعملوا ايه بعد ما الاكسبيرمنت بتاعتكم دي تخلص، ونبهتهم على الموضوع ده من الاول. هو قال لها انا ما اقدرش اعيش من غيرها، انا هي اللي بتعمل لي كل حاجه. قالت لا، اتعود على نفسك، تعود بقى انت تعمل حاجتك بنفسك، هي مش شيء. خلي بالك هو في الاول لسه اليزا هو ما يعرفش ان هي فوق، بيتكلم مع مامته، فبيقول لها انا هي اللي بتعمل لي كل حاجه، هي اللي بتجيب لي كل حاجه. فقالت له لا بص، ما فيش خالص الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده. فدخلت الفريد دوليتل، حصل له ترانسفورميشن، تغيير. ايه اللي حصل؟ هيجنز از ا جوك كتهريج كتب لواحد مليونير في امريكا ان هو بيوصيه ان عندنا دوليتل ده واحد من الناس المؤثره جدا جدا جدا، ويا ريت تمنشن هيم ان يور ويل. فراح كاتب له فعلا وصيته، مبلغ كان 3500 تقريبا دولار اير، يعني ده مبلغ ضخم قوي. طيب وهو جاب الفلوس دي، دوليتل جاي بقى لابس لبس نظيف ومستحمي وبتاع، لدرجه ان هيجز افتكروا جنتلمان هو واز ريليتيف تو اليزا، حد قريبها. واخد بالك انت التغيير، الشكل الخارجي لما اتغير هي برضه اتغيرت، وابوها ما عرفهاش. ده هم مقابلينه في اول بلاي خالص. وهنا لما دخل جاي يتخانق معاه، ايه ده؟ جاله فلوس؟ لا، ما هو المشكله كلها ان الفلوس دي came with responsibilities، جت عليه بمسؤوليات، وهو اصلا عايش في ميه بطيخ ما بيعملش اي حاجه اصلا. فجاي بقى عليه موضوع جاله فلوس، فبيبول came to him to ask for money، وهو جاي يبلغهم ان he is going to get married to the woman who he loved as and considered her as a stepmother، وبيبلغ بقى الناس، وجاي يتخانق مع هيجنز. يعني جاي هنا يتخانق مع مين؟ مع هيجنز. طيب هو ترابد طبعا من الاكسبكتيشنز بتاعت الريسبونسبيلتي، بتاعت المسؤوليات. البارت ده كان فاني جدا ومسخره قوي، ان هم في اللي بنقول عليها الكلاش بتوين كلاسز. انا اعيش في انهي مرحله؟ يعني اعيش مع الفقراء ولا الاغنياء؟ بنته حصل معاها كده وهو حصل معاه كده. طيب شو هنا بيقول ان التغيير ده مش حاجه حلوه. it came on with responsibilities and pressures. اليزا بقى نزلت طبعا هنا، هي بتشرح بيقول هنا she explained it wasn't Higgins lesson that made her a lady، لكن اللي made her a lady ده مهم جدا جدا، الريسبكت بتاع بيكرينج. بتقول له مش انت اللي خليتني ليدي، عشان هي وهو قاعد يقول انا، فهي عايزه تقول له انت ما فيش اي حاجه. ده اللي خلاني ليدي هو مين؟ بيكرينج. he respected me when I was a flower girl and he respected me when I was a lady. ده هيجنز طبعا ما عجبوش الكلام. طبعا هي بتقول the difference between a lady and a flower girl isn't how she behaves but how she is treated. اليزا اللي بتقول الكلام ده، ازاي الناس بيعاملوها، فانت عملتني وحش. طيب وده في البلاي دي بتقول له كمان how others value you not just external manners. هنا هي قالت له بص انا قررت ان انا اتجوز. ليه؟ عارف فريدي اللي في اول الستوري بلاي خالص بيكلمني مرتين ثلاثه وهو he wants to marry me. I think he can help me. انا يا عم انت ممكن هو يصرف عليا، وكمان I can work، انا اعرف اشتغل. ازاي؟ تشتغلي ايه؟ قالت له I will teach people how to pronounce. يا عم انا هعمل زيك a linguist. انا هكتب بس في الجورنال اعلان ان الدوشز اللي هيجنز قدمها هي انا فلاور جيرل، وان انا اقدر اساعد اي حد. ده مش انجازك انت، ده انجازي انا. طبعا هو شايط. ليه؟ he feels that he lost her، ان هو حس ان هو ايه؟ فقدها.
وهو قال لها انا اقدر اعمل كل حاجه من غيرك. خلي بالك قبلها قبل ما تنزل بيقول له لمامته انا ما اقدرش استغنى عنها. لما حصل كونفرونتيشن مواجهه بينهم هو قال لها لا 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 خالص انا مش محتاجك اصلا. طيب هو بقى جاب ورا وبدا يقول لها ان هو respects her when she is independent لما بقت مستقله but he says هو بيقول that she will come back to him. اعملي اللي انت عايزاه انت كده كده ايه هترجعي لي تاني. لكن خلي بالك هو بدا النيو سبيريت بتاعتها ان هي اندبندنت دي احترامها لكن he can't show emotion or apologize to her مش قادر يعتذر لها. قفلت ازاي؟ هو هيجنز بيقول she will do it she will do it the ending هنا مش باينه قوي هي هتعمل ايه. هي قرارها ان كان الاول في فكره مسز هيجنز قالت ان بابا إلايزا يصرف عليها وإلايزا استفزت هيجنز وقالت له لا انا هشتغل واصرف على نفسي وهتجوز مين فريدي. لكن ما كانش في قرار نهائي ان هي هتتجوز فريدي او لا مش باين. بس اللي باين خالص ان هيجنز didn't show any romantic feeling for her وهي كانت نفسها بس ان he treats her like a person وساب هو اللي الستوري قفلت على كده. طيب من الحاجات اللي احنا لازم نركز عليها هي كانت angry ليه منه because he treated her like nothing like a thing not a human. He posted about how he managed to transform her. He didn't even congratulate her about her success. ما قدرش يقول لها مبروك على نجاحك. من الاسئله برضو مهمه جدا 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 دوليتل جاله فلوس ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. ومن الاسئله المهمه جدا ده اللي احنا هنقوله برضو بقول لك في الاسئله هتبقى موجوده معاك ان دوليتل جاله فلوس ان هيجنز mentioned him in to American millionaire to mention him in his will. والراجل دوت مات ويل قلنا وصيه والراجل ده مات ولما مات ذكر دوليتل ان هو واحد من الناس اللي ياخدوا فلوس بعد ما الراجل يموت. ده من الحاجات اللي انا بقول لك لازم ناخد بالنا منها. وبرضه ليه هو كان متضايق جدا لان دوليتل ما كانش عاجبه ان يبقى معاه فلوس لان قلنا ماني كامز ويز ايه ريسبونسبيلتيز. على فكره دول اهم 3 اسئله في التو اكتس دول. انا هبعت لك الاسئله كامله ولو في اي حاجه واقفه معاك ابعت لي كده. اكت 4 اكت 5 في بيج مليون هم فصول مش كبيره لكن الاسئله بتاعتهم يعتبروا معتبره حلوه قوي. وفي كوتيشنز كمان هبعتها لك باذن الله مع البي دي اف اللي هيبقى موجود في الديسكربشن بتاع الستوري. اشوفكم على خير في بلاي تانية او نوفل تانية ان شاء الله. لو واقف معاك حاجه اسالني ما تنسانيش ادعيلي في الكومنتات. اشوفك على خير. سلام عليكم. اشطر اب تعليمك بقى اشطر.